كلنا حاليا في فترة امتحانات والمفروض إن إحنا كلنا بنذاكر حاليا. فأنا أقول لك كده كام نصيحة في السريع وبشكل عام جدا، يعني مش مختصين بكلية معينة، هيفيدوك جدا في وقت الامتحانات، هيفيدوك جامد جامد في وقت الامتحانات. أول حاجة علاقتك بربنا لازم تكون كويسة في وقت الامتحانات. حتى لو أنت كنت مقصر قبل كده، وكلنا عامة بنقصر يعني فاهمني، فأنت في فترة الامتحانات عامة حاول إنك أنت تلتزم أكتر. لو ما كنتش بتصلي مثلا فارجع صلي تاني، حاول انك انت تقرا قران، تقول اذكارك. الحاجات دي كلها حاجات اساسيه وبسيطه، هتفرق معاك جامد في يومك. تاني حاجة الأكل الصحي. حاول إنك أنت خد بالك أكتر من أكلك، أو أنت بتاكل إيه أصلا في وقت الامتحانات، أو في فترة الامتحانات عامة اللي هو تقريبا شهر يعني. فأنت خد بالك في الشهر ده أنت بتاكل إيه أصلا. يعني هل بتاكل زيوت مثلا، بتاكل نشويات كتير، بتشرب مثلا حاجة ساقعة كتير؟ الحاجات دي كلها حاول إنك أنت تقلل منها، وعوض مكانها مثلا بفاكهة، بشرب مية كتير، بشرب سوائل حلوة كتير. فالحاجات دي كلها هتفرق معاك جامد، وبالذات الفاكهة هتحس اصلا بيها على جسمك، يعني من ناحيه النشاط، من ناحيه الخمول، الحاجات دي كلها. تالت حاجه حاول انك انت تبعد عنك اكتر السوشيال ميديا في وقت الامتحانات. السوشيال ميديا عامة هتقفل دماغك، يعني كتر ان انت اصلا بتقلب في ريلز وكده، جيت تذاكر مش عارف تستوعب اصلا المعلومات. فهو السبب في انك انت عدم استيعابك هو انك انت اصلا لسه قايم على التليفون، او انك انت اصلا لسه قاعد طول النهار على الريلز وكده فاهمني. فحاول انك انت ابعد عن التليفون شويه صغيرين في فتره الامتحانات، والتزم اكتر لان هو شهر، فالشهر ده يعني حاول انك انت تعمل فيه كل اللي عليك وزياده كمان. رابع حاجه بقى واهم حاجه في الفيديو كله، وهو شات جي بي تي. ما تستغربش ان انا بقول لك النصيحه دي. يعني انت دلوقتي فتره امتحانات ومزنوق جدا، مفيش حد فاضل لحد ان هو يفهمك او كده. لو انت محتاج تفهم حاجه، فالراجل ده اعتبره صديق ليك، وحاول انك انت تستغله اكبر استغلال ممكن، من ناحيه ان هو يفهمك اي حاجه انت مش فاهمها. انت هتصور له بس الصفحه بتاعتك اللي انت عاوز تفهمها، هتديها له، هو هيترجمها لك ويظبطها لك. لو المحتوى بتاعك انجليزي هو هيترجمها لك بالعربي عادي. لو انت محتاج ان هو يكون نص عربي ونص انجليزي هيعمله لك. محتاج اسئله هيعمل لك اسئله اختياري صح وغلط اكمل، الحاجات دي كلها يقدر ان هو يظبط لك الدنيا فيها، وهو هيفيدك جامد جدا في وقت الامتحانات. وانا مجرب قبل كده الصراحه، وما شاء الله يعني هو حاجه رهيبه جدا، من ناحيه اللي هو هيوضح لك حاجات انت مش فاهمها فاهمني. هتعامل مع حد كأنك بتعامل مع شخص زيه زيك فاهمني. وبس كده، ده كام نصيحة كده يعني شايف ان هي ممكن تفيدنا كلنا. وحاليا الحمد لله انا ماشي بيها. فلو انت برضو لسه مش ماشي بأي حاجة فيها، حاول انك انت تلتزم بأي حاجة فيهم، وان شاء الله هتحس بفرق جامد بعد ما تخلص امتحانات.